النهارده كل واحدة مش طايقة جوزها، كل واحدة متخانقة مع جوزها تجري على جروبات الستات، جروبات المشاكل الزوجية على السوشيال ميديا علشان تكتب للناس مشكلتها. تقول ايه؟ الحقوني جوزي زعقني، الحقوني جوزي زعق فيا، اعمل ايه؟ تنصحوني بايه؟ وهي دي الكارثة الاولى يا جماعة، ان حياتنا بقت على السوشيال ميديا. اي واحدة جوزها مزعلها تجري تكتب مشكلتها وتستنى نصايح من الناس، تستنى النصايح من الستات اللي على الجروبات دي. ودي تاني كارثة، ان النصايح اللي بتجيلها اصلا نصايح تخرب البيوت. بسم الله ما شاء الله، نصايح تودي في داهية. تبص تلاقي واحدة تقول لها جوزك زعلك، طب احرميه من العلاقة الخاصة عشان يتربى ويعرف قيمتك. طب اقول لك ما تروحيش معاه لاهله. واحدة تقول لها جوزك زعقلك، طب بصي نكدي عليه عيشته وبوزي في وشه. كل دي نصايح تودي في داهيه يا جماعه. مفيش حد بيقول ايه؟ طب عامليه بالحسنى، طب اصبري، طب ما تخربيش بيتك، طب معلش. لا، ما حدش بيقول كده. فخدوا بالكم يا ستات، ما تجروش على الجروبات دي وتستنوا النصايح من الناس دي، لان اغلبهم بيكونوا مش مختصين. وممكن تكون واحده فيهم هي اصلا بيتها مخروب، واحده مطلقه وعايزه ان انت كمان تتطلقي زيها، فبتقولك نصايح تخرب البيوت. ما حدش عارف نيتها ايه، فخلي بالكم.